السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنحضر مع بعض فطار 13 رجب. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص بقى رمضان قرب، اقل من شهر ونص وان شاء الله هيجي كده. كل سنة وحضراتكم طيبين. هنبتدي ان احنا نجهز الفطار مع بعض. اول حاجة كده، في حلة حطيت مكعب من الزبدة، يعني معلقة كده من الزبدة. وأول ما ابتدت إن هي تسيح وسخنت كويس جدا، هضيف اللحمة. وكمان هادّيها بقى صدمة من كل الاتجاهات. الطريقة دي بتخلّي الشوربة تجنّن، ريحتها حلوة وطعمها حلو جدًا عن إن إحنا نحط اللحمة في المَيّة كده على طول. لأ، دي طريقتها حلوة جدًا، جدًا. هنبتدي إن إحنا نضيف كده عليها كمان ورق لوري وكام فص من الحبّهان، وأقلّبهم على ما الحبّهان يطلّع ريحته كده. هابتدي إن أنا أضيف طماطماية وجزرة وبصلة، وهاضيف كمان ربع معلقة من الفلفل وحاجة بسيطة خالص من الكمون، وأقلبهم بقى مع بعض. خلاص كده اللحمة بتاعتنا خدت صدمة كويسة جدًا، وما بقاش فيها أي سوايل. طبعًا النار تكون عالية علشان اللحمة تحتفظ بالعصارة اللي موجودة فيها، وتبتدي أمّا تستوي تبقى طرية زي ما هي. هاضيف عليها مَيّة مغلية، وهاقفل بقى الحلة واسيبها تستوي خالص. اللحمة طبعًا أمّا بنعملها في الحلة العادية مش بنضيف عليها ملح إلا لمّا اللحمة بتستوي. قبل ما بنطفي بربع ساعة كده بنبتدي إن إحنا نضيف الملح بتاعنا. إنما هنا في حلة الضغط عادي خالص إن إحنا نضيف الملح في الأول، مش بيأثّر على اللحمة. هاعمل كمان صلصة كده أو خضار بقى، يعني مش خضار، هنعمل طبيخ يعني. هنعمل كفتة رز. هنبتدي إن إحنا نجيب حلة وهاضيف فيها معلقة صغيرة من الزيت. هاضيف كمان معلقة كده من التوم المفروم، معلقة صغيرة، مش باحب إن أنا أكتر التوم أوي. هاسيبه بقى لحد ما ياخد لون دهبي، يعني ما اتأخرش عليه علشان التومة ما تبتديش إن هي تغمق معانا. مجرد إن هي بتاخد لون دهبي كده هانزّل عليها معلقة من الصلصة، وكمان عصير بقى طماطم أنا ضارباه كده في الخلاط. وعلشان أنا ضِفت صلصة علشان الطماطم اللي أنا مستخدماها ما كانتش حمرا كفاية. هاضيف عليها ربع معلقة من الفلفل، وشوية برضه صغيرة من الكمون، نُص مكعب من مرقة الدجاج، وهاغطّي عليها واسيبها لحد ما تتسبِّك، تتقل معانا يعني. بعدين بعد ما بتتقل كده معانا هابتدي إن أنا أضيف فيها كفتة الرز. طبعًا يعني إن شاء الله قريب هانزّل لحضراتكم وصفة كفتة الرز، علشان لو حابين إنكم تعملوها بنفس الطريقة، تجنن ومش هتفُك معانا خالص، وهي هتطلع معانا رهيبة يعني. أنا باحب إن أنا أعملها وأحمّرها وأحطها في الفريزر، يعني بعد ما باشكّلها وباحمّرها كمان، مش باحطها عجينة كده في الفريزر. هاضيف عليها كمان طبق كده من الشوربة. كان عندي هنا شوربة، ابتديت إن أنا أضيفها علشان تخلّي طعم الطبيخ عندنا طعمه حلو. هاغطّيها بقى واسيبها على نار متوسطة لحد ما تستوي الكفتة اللي إحنا ضفناها. هاعمل بقى في الحلة دي كمان رز. ضِفت كده شوية من الزيت، وضِفت كمان كوباية من الشعرية. أنا باحب إن أنا أكتّر الشعرية في الرز، بيدّيها طعم حلو وكمان شكل حلو، والرز بتاعنا بيطلع مفلفل ورهيب كده. بافضل أقلّب فيها على نار متوسطة لحد ما الشعرية تاخد لون دهبي كده. ما اغمّقهاش أوي، كل ما باغمّقها كل ما الرز بتاعنا بيطلع مش لطيف يعني شكله مش حلو. طبعًا إحنا عينينا بتاكل قبل بُقنا، فلازم نشوف الحاجة شكلها كويس قبل ما ناكل. أقلِّب كده باستمرار لحد ما الشعرية تاخد اللون اللي أنتم شايفينه ده. وحضّرت كده كوباية من الرز المصري مغسولة كويس جدًا ومصفّياها، وهابتدي إن أنا أضيفها على الشعرية. طبعًا يُفضّل إن إحنا وإحنا بنعمل الرز لازم نشوّحه كويس أوي مع الشعرية. لازم كل حبيبات الرز اللي إحنا ضفناها تتغلِّف كويس جدًا بالدهون، علشان يطلع معانا الرز كده مفلفل ويطلع طعمه حلو. ضِفت هنا الملح وهاقلِّب بقى كويس أوي. أنا هنا بس مستخدمة رُز مصري. كل كوباية رُز باضيف لها كوبايتين من المَيّة. زي ما قُلت لحضراتكم قبل كده، عندي هنا الرُز بياخد كمية مَيّة أكتر من اللي بنستخدمها في مصر.
فهابتدي إن أنا أضيف مَيّة، وباضيف على فكرة مَيّة باردة خالص مش لازم مغلية، يعني باضيف مَيّة عادية خالص، وأتأكد بقى إن الملح اللي أنا ضِفته كويس يعني مش محتاجة إن أنا أضيف ملح تاني، إن معيار الملح يعني خلاص كده الرز بتاعنا مش محتاج أي ملح زيادة. هاغطّي بقى الحلة واسيبها لحد ما تغلي، وأنا باغليها بالشكل ده، مش باسيبها إن هي تتشرب المَيّة، مجرد بس إن هي بتغلي كده، أول ما بتبتدي تغلي باغطّي عليها خالص واسيبها تستوي. هنا بصوا اللحمة شايفين شكلها رهيب، الشوربة شكلها عامل إزاي، تجنن. وخلاص كده الأكل بتاعنا استوى، ابتدي إن أنا أغرف بقى، حطيت هنا الشوربة وفي قلبها قطع اللحمة اللي إحنا سويناها، وكمان هاضيف الكفتة برضه، وبصوا شكلها يجنن. أنا باحب أي طبيخ عمومًا باحب إن هو يبقى تقيل شوية، مش باحب إن هو يبقى مَيّة كده، فيعني طبعًا لو أنتم بتحبوه زيادة في المَيّة يعني زوّدوا عليه شوية شوربة أو مَيّة على حسب ما أنتم حابين. وبصوا الرز بقى بتاعنا شكله جميل ولونه كمان رهيب. حطيت كده كفتة عليه، وهاوريكم الكفتة مستوية جدًا، طعمها حلو أوي، طريقتها سهلة وبسيطة، وكمان خلّصنا الأكل بتاعنا في نُص ساعة، كان كله يعني في التحضير التحضير بتاعنا ما خدش معانا أي حاجة عشان ما حدش يدخل يقول لي اللحمة مش هتاخد نُص ساعة، أكيد لأ طبعًا، إحنا خلّصناه في وقت قليل جدًا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش لايك واشتراك في القناة، واشوفكم بقى في فيديو